ومفتاحي لبابا يا سوسن. حضرتك متأكدة قوي ان اللي ضرب الجرس بابا؟ الساعة دلوقتي 2:30 بالظبط، وده ميعاد حضوره. يلا يا سوسن لحسن بابا ابتدى يقلق. ايه ما سمعتوش جرس الباب؟ سمعناه طبعا، وقلت لبنتك تروح تفتح لك. كنت مشغولة فيها يا سوسن؟ كانت مشغولة بمين اللي على الباب؟ الساعة دلوقتي 2:30 بالدقيقة والثانية، يعني لازم أكون واقف على الباب وحاطط إيدي على الجرس. بقالي 20 سنة على الحال ده. وهتفضلي كده يا ليلى لحد ما قابل رب كريم. ومن ساعة ما تيجي تفضل قاعد في البيت ما تتحركش منه لحد تاني يوم الصبح، وتكرر نفس اللي فات. الحقيقة التكرار ده بيساعد على الاستقرار. بس لازم يا بابا من التغيير، لانه بيجدد نشاط الانسان. أنا يا سوسن يا بنتي بكون أول واحد في شغلي وقاعد على مكتبي، يبقى ده مش نشاط؟ انا قصدي يا بابا تغير حياتك. تقصدي إيه يا سوسن؟ تاخد ماما وتخرج. إيه؟ أخرج؟ توريني الدنيا يا شوقي، بدل ما احنا قاعدين بوزنا ببوز بعض كده. اللي يخرج من داره يتقل مقداره. احنا مش هنبقى زي مشكاح وريمة قدام الناس. ده انت يا بابا مدير قد الدنيا، وكمان ماما انسانة متعلمة، يعني تشرفوا اي مكان تروحوه. احنا مشرفين بيتنا يا سوسن اللي بنتحرك فيه بكل حرية، ده حقكم وحقي انا كمان. كتر الف خيرك يا شوقي. الله، احنا بقى هنفضل واقفين كده نتكلم؟ ادخل غير هدومك لحسن اتأخرت قوي على ميعاد الغدا. فعلا انا كان زماني دلوقتي مخلص الشوربة وداخل على طبق الرز. مش عايزه تغلطي مره وتيجي انت وشوقي تزورونا يا ليلى. شوقي مش جديد عليك يا روحية. حق لو كان شوقي ده طلع من نصيبي كنت هتعملي ايه؟ ما كنتش قعدت معاه يوم واحد. الحقيقة هو ما فيهوش حاجة تتعيب ابدا غير مسألة عدم الخروج من البيت، ودي مش عارفة اعمل معاها ايه. طبعا يوم الجمعه بتنتظريه بفارغ الصبر، وخط سيره معروف، يا اما عند ماما يا اما عند مامته. على فكره قبل ما انسى يا ليلى، انا جايه اقول لك انه يسري اجر شقه كبيره قوي في اسكندريه، يا ريت تيجوا تقعدوا معانا يومين. ايه؟ اسكندرية مرة واحدة يا روحية؟ طبعا المصيف يحب اللمه، اذا كان الغرب بتوعده هناك واحنا اخوات، يعني ستر وغطا على بعض. ياه، انت عارفة انا ما شفتش اسكندرية من امتى؟ طبعا عارفه، من ساعه ما اتجوزتي شوقي. يعني بقالي 20 سنة دلوقتي، يعني لو وديتيني جمصة هقول عليها دي اسكندرية واصدقك. عشت وشفت ان ليا اخت ساذجه. شفتي بقى الامل اللي اختك عايشة فيها. بقى الخوف كمان لا الطيار يجري ببنتك وتبقى صوره منك. بيعة واحدة يا هانم، هدخل اشوف البيعة عاوز ايه. بلغوا ان انا عاوزه اقابله. يا ترى هو عارف حضرتك؟ لا طبعا. ايوه يا بيه. خد البوسطة انا خلاص مضيتها. بقول يا فندم، في واحدة طالبة تقابل حضرتك. اسمها ايه؟ ما اعرفش يا بيه. ما قالتش جايه تقابلني ليه؟ والله يا بيه من ساعة ما قعدت ما فتحتش بقها بكلمة معايا. طيب خليها تدخل. حاضر يا بيه. اتفضل يا هانم. صباح الخير يا شوقي بيه. صباح الخير، حضرتك تعرفيني؟ وهل يخفى القمر؟ قمر ايه واحنا بالنهار والشمس ماليه الدنيا؟ بس كمان اسمك